السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض أول تقييم أسبوعي في الترم التاني بإذن الله. وزي ما احنا اتفقنا قبل كده وشفنا امتحانات الترم الأول، وجدنا إن فيها نسبة من أسئلة المستويات العليا. أنا محتاجة فهم، فعشان كده أنا بقول يا ريت كلنا نتابع التقييمات دي، لأن بيجي فيها أفكار كتير جدا بتفتح لنا موضوعات كتير جدا هتنفعني ان شاء الله في الترم التاني باذن الله. نبدا مع بعض بورقه عمل الحصه. السؤال الاول بيقول لي اكتب كلمه صواب امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره غير الصحيحه. الملك فاروق هو اخر حكام مصر من اسره محمد علي. هقول له الاجابه ايه؟ غلط. هتقول لي طب ليه؟ ما الملك فاروق فعلا مش هو ساب البلد. قال لك بس لو احنا مذاكرين كويس هنفتكر ان الملك فاروق تنازل عن الحكم لابنه الملك احمد فؤاد الثاني. وان الملك احمد فؤاد، طبعا الملك احمد فؤاد كان صغير في السن، وطبعا اللي كان ماشي البلاد مين؟ طبعا رجال الثوره اللي هو تنظيم الضباط الاحرار، لما تم تعيين محمد نجيب اول رئيس لجمهوريه مصر العربيه. يبقى معنى ذلك اللي مسك البلد في الحقيقي اللي هو مين؟ احمد فؤاد الثاني. طبعا اللي كان واصل عليه اللي كان بيمشي الامور كلها تنظيم الضباط الاحرار اللي قاموا بالثوره لما تولى مين؟ محمد نجيب. يبقى غلط، مش هقول الملك فاروق، لو انا جيت اصححها هقول احمد فؤاد الثاني. السؤال رقم 2 بيقول لي حققت معاهده 36 بين مصر وبريطانيا الاستقلال الحقيقي. طبعا غلط، والدليل على كده ما حدث في حادث 4 فبراير 1942. رقم 3 أذاع محمد أنور السادات البيان الأول للثورة. طبعا صح، كان بصوت محمد أنور السادات. السؤال التاني بيقول ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. أسهمت ثورة 23 يوليو، وقلت بفكر في الأسئلة الأول كويس، في تأسيس حركة عدم الانحياز الدولية، وشاركت مصر في أول مؤتمر في مدينة باندوينج. هي باندوينج دي ما كانت موجودة فين؟ في إندونيسيا. طب إندونيسيا في قارة مين؟ أقول له بآسيا، يبقى الاختيار عندي في قارة مين؟ آسيا. السؤال رقم 2 عقب إذاعة البيان الأول لثورة 23 يوليو أصبح المسيطر على جميع قطاعات الجيش المصري هو مين؟ محمد نجيب. يبقى محمد نجيب هو المسيطر على جميع قطاعات الجيش المصري. السؤال اللي بعد كده رقم 3 أسرع إنجازات يعني أول إنجازات تمت لما الثورة قامت. هل ينفع أقول أول ما هقول السؤال ده تقولي في المجال السياسي اللي هو ايه؟ اللي هو الغاء الدستور؟ لا طبعا الغاء الدستور لو انت فاكر التاريخ كان في ديسمبر 1952 يعني في شهر 12. طيب لو جيت تشوف عندك في المجال الاجتماعي صدر اول قانون للاصلاح الزراعي كان فين؟ في سبتمبر. يبقى القانون الاصلاح الزراعي ده اسرع انجاز حصل على طول بعدها بشهر في سبتمبر. طيب يبقى الانجاز في المجال الاجتماعي. 4 حل الأحزاب السياسية يحقق من أهداف 23 يوليو. الهدفين إيه؟ هل التالت والرابع؟ هو التالت اللي هو إيه؟ القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال وإقامة جيش. وليه دعوة بالجيش؟ لأ، قضاء على حل الأحزاب مش دعوة إلا بالجيش. هل الخامس والسادس؟ هل الخامس إقامة عدالة اجتماعية وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. يبقى عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية سليمة. طيب السؤال رقم 5 قامت ثورة 23 يوليو بتحديد ساعات العمل، فاكرين دي؟ وإشراك العمال في مجالس إدارة الشركات والمصانع عشان يحقق لهم نسبة من الأرباح. يبقى عشان يحقق لهم عدالة اجتماعية، علشان الكل يشتغل والكل يكسب من خلال العمل. يبقى بالتالي ما ينفعش أقول تنمية صناعية وما ينفعش أقول تنمية تجارية. ده بيحقق عدالة اجتماعية، لأن أنا كده حددت ساعات العمل عشان العامل ما يفضلش يشتغل طول النهار، لا وكمان اديت لهم نسبة من من الأرباح. يبقى سادس حاجة تعد من إنجازات 23 في المجال الاجتماعي طبعا مجانية التعليم. سؤال رقم 7 بيقول لي قامت أول تجربة لتحقيق الوحدة العربية في فبراير، طبعا بين مصر وسوريا. بين مصر وسوريا. السؤال التالت بيقول لي ما النتائج المترتبة على إنشاء السد العالي؟ هقوله طبعا 1 حمى مصر من خطر الفيضان. طيب 2 هم قايلة 2 تخزين
المياه وتوليد الايه الكهرباء، تخزين المياه وتوليد الكهرباء. طب انا كده خلصت ورقة عمل ايه الحصة. تعالوا نشوف مع بعض الواجب المنزلي. الواجب المنزلي بيقول لي السؤال الاول اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. تبنت ثورة 23 يوليو سياسة الحياد الايجابي وعدم الانحياز لاي من الكتلتين الشرقية والغربية. طبعا صح، اللي هي حركة عدم الانحياد الإيجابي. طيب، اهتم 26 يوليو بإنشاء المصانع في الوجه البحري فقط. طبعا هقول له إيه غلط. أنا عندي اتعمل مصانع في الحديد والصلب بحلوان والأسمدة بإيه بأسوان، يعني في الوجه البحري والوجه الإيه القبلي. طيب 3، منعت 26 يوليو المرأة من المشاركة في الحياة السياسية. طبعا غلط، سمحت لها وفقا لدستور 1936. ضع خط تحت الإجابة الصحيحة. تحقق الهدف الأول. الهدف الأول اللي هو الإيه؟ القضاء على الاستعمار. طيب ذلك من خلال توقيع اتفاقية الإيه؟ الجلاء. أسرع إنجاز، لسه قايلينها برضه من شوية، السؤال ده بيتكرر. أسرع إنجازات تحقيقا لأحد أهداف الثورة اللي هو إيه؟ القضاء على الإقطاع. جابها لي قبل كده في السؤال بتاع اللي ورقة عمل حصة، كان في المجال نهو. يبقى القضاء على الإقطاع. على الإقطاع، فين الإقطاع؟ إيه اللي خدها من الاحتكار؟ القضاء على إيه؟ على الإقطاع. قلتها حاجة وحددتها حاجة. اللي هو أسرع إنجاز اللي هو صدور قوانين الإصلاح الإيه؟ الزراعي الأول. طيب، التأميم والتمصير معنيان لمفهوم واحد حققتهما ثورة 23 يوليو في المجالين. التأميم نسبة إلى كلمة تأميم شركة قناة السويس، ده في المجال السياسي، إنجاز سياسي. التمصير تمصير البنوك وإيه وشركات الاستيراد والتصدير، ده إيه؟ تجارة، اقتصاد. يبقى أقول له الاقتصاد والإيه والسياسي. طيب، التعليم الفني كعطلة التنمية لمصر. تنطبق هذه العبارة على إنجاز الثورة في المجال إيه؟ هو مين المجال اللي اهتم بالتعليم الفني وإنشاء مراكز التدريب المهني؟ طبعا اللي اهتم بها مين؟ المجال الاقتصادي، عشان الصناعة كان في مجال الصناعة. الاهتمام بالتعليم الفني الصناعي والاهتمام بإنشاء مراكز التدريب الإيه المهني. 5، عقد صفقة الأسلحة الشرقية يحقق من أهداف الثورة. فاكرين صفقة الأسلحة الشرقية عشان تكسر احتكار السلاح الموجود، اللي كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتحتكر السلاح وتمتلكه هي وبتبيعه بإيه بأسعار عالية في العالم. طب احنا كده فاكرين الاحتكار كان المبدأ الهدف نو الثالث. الهدف الثالث القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس إيه المال. عاد حكم مصر إلى أبنائها. خلي بالك من الكلام ده، إلى أبنائها. هل بعد رحيل الإنجليز من مصر؟ سؤال، هل لما الثورة قامت كان الإنجليز اللي بيحكموا فعليا؟ لا، ما كانش الإنجليز لوحدهم، لأن كان معاهم مين؟ خلفاء محمد علي زي الملك فاروق. يبقى لا أقول بعد رحيل الإنجليز ولا بعد توقيع اتفاقية الجلاء. بعد إلغاء الملكية وإعلان الإيه الجمهورية. لأن هتقول لي بعد رحيل الإنجليز أو توقيع اتفاقية الجلاء، طب ما أنت عندك أحمد فؤاد الثاني كان لسه موجود في مصر. احمد فؤاد الثاني في ظل الحكم الديواني موجود لما تم تعيين محمد ايه نجيب. يبقى بعد الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه تم تعيين واحد من ابناء مصر اللي هو محمد ايه نجيب. السؤال رقم 7، انشاء الهيئه العامه للتامينات والمعاشات احد انجاز الثوره في المجال طبعا ايه الاجتماعي، بيعملوا معاشات وتامينات للعاملين. طب بما تفسر موافقه الملك فاروق على مطالب قاده الثوره؟ هقول لانه ادرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه بالإضافة إلى تخلي الإنجليز عنه. يبقى لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه بالإضافة لتخلي الإنجليز عنه. وبكده نكون خلصنا الواجب المنزلي. تعالوا نروح مع بعض للتقييم الأسبوعي. التقييم الأسبوعي المجموعة الأولى هقول دلل على صحة العبارة. اهتمت ثورة 23 يوليو بتحقيق الحرية والاستقلال للدول العربية. ما احناش فاكرين لما قلنا في المجال العربي والدولي ان مصر ساعدت الكثير من الدول العربية والافريقية في نيل استقلالها وتحررها؟ يبقى اقول له الاجابة حيث ساعدت. اقول له ساعدت، يبقى ساعدت مصر على هقول له على تحرر الكثير من الدول العربية
والأفريقية زي مين؟ هقول عندي زي السودان، تونس اهي، السودان، تونس، المغرب، في عندي العراق، في عندي الكويت، في عندي اليمن، في عندي مين؟ دولة أفريقية مش عربية، في عندي كينيا، دولة أفريقية مش عربية، خلي بالك. يبقى ده دليل إن هي فعلا ساعدت على تحقيق الحرية والاستقلال للدول العربية. السؤال اللي بعد منه بيقول لي إيه؟ حدد العلاقة بين الحرب العالمية التانية وثورة 23 يوليو. مش احنا قلنا إن بنقول من نتائج الحرب العالمية التانية أو معاهدة 36 جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية. هقول له حيث أن الحرب العالمية الحرب العالمية الثانية جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية، مما أدى إلى استنزاف موارد مصر وإرهاق الاقتصاد المصري. استنزاف موارد مصر وإرهاق الاقتصاد المصري وكثرة معاناة الشعب المصري. يبقى تاني، يبقى الحرب العالمية الثانية جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية، مما أدى، طبعا المفروض كنت أقول معاهدة 36، بس أنا عايز أعمل علاقة بين الحرب والثورة. خلاص، هقول له ممكن أجيبها في الأول هنا إن معاهدة 36 جعلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالمية الثانية، تمشي ماشي. مما أدى لاستنزاف موارد مصر، مما أدى لاستنزاف موارد مصر وإرهاق الاقتصاد المصري وكثرة معاناة الشعب المصري. طيب، وده طبعا كان من أسباب قيام الثورة. طيب، السؤال اللي بعده بيقول لي بما تفسر اكتساب ثورة 52 أهمية كبرى لدى بعض المؤرخين. أنا عندي الرأي الأول اللي بيقول حيث أنها تركت أثرا على حركات التحرر في المنطقة العربية بصفة خاصة والعالم بصفة عامة. 2، كان لها دور في تكوين حركات دولية مثل حركة عالم الانحياز والحياد الإيجابي. يبقى ده رأي المؤرخين إن هم قالك اكتسبت أهمية كبيرة لدى بعض المؤرخين إن هي تركت أثرا على حركات التحرر في المنطقة العربية، وإن كان لها دور في تكوين حركات دولية زي حركة عالم الانحياد والحياد الإيجابي. السؤال رقم 4 بيقول لي ماذا كان يحدث إذا رفض الملك فاروق الخروج من مصر بعد قيام سنة 20؟ طب احنا قلنا الإنجليز تخلصوا منه أو تخلوا عنه. طب والجيش والشعب بيكرهان حكمه، هيؤدي ذلك إلى وقوعه تحت غضب الشعب والجيش. هيقع تحت غضب الشعب والجيش. خلاص. طيب، يبقى بالتالي وتخلي الانجليز عنه وخروجه من الحكم، الخروج من الحكم وتعرضه لغضب الشعب والجيش. طيب، السؤال رقم 5 ما النتائج المترتبة على انتشار ظاهرة الإقطاع؟ فاكرين ظاهرة الإقطاع دي اللي هي فئة صغيرة تملك وتستبد، اللي هو سوء توزيع ملكية الأرض الزراعية. هقول له أدى إلى أدى إلى أصبحت هناك فئة صغيرة تملك وتستبد، مما أدى إلى هقول له انتشار الفقر والمرض والجهل. يبقى تاني، أصبحت هناك فئة صغيرة تملك وتستبد، مما أدى إلى انتشار الفقر والمرض والجهل. طيب، المجموعة التانية بيقول لي بيقول لي ما النتائج المترتبة على السوء، أهو جبل تحت سوء توزيع ملكية الأرض الزراعية. أصبحت نفس الجبل أصبحت هناك فئة صغيرة تملك وتستبد، مما أدى إلى انتشار الفقر والمرض والجهل. مرة هي هما الاتنين. ما هو سوء توزيع ملكية الأرض الزراعية اللي هو الإقطاع. ده تعريف الإقطاع أصلا. السؤال التاني بيقول لي بما تفسر عجز الأحزاب عن التعبير عن إرادة الشعب. ليه الأحزاب كانت عاجزة إن هي تعبر عن إرادة؟ بسبب بقول له الصراع بينها من أجل الوصول
للحكم بسبب الصراع بينها من أجل الوصول للحكم. السؤال التاني بيقول لي بما تفسر زي ما احنا قلنا عجز الأحزاب ودي قلنا ايه. طب سؤال رقم 3 بيقول لي دلل تاريخيا على صحة العبارات التالية. تأثر الاقتصاد المصري بالحرب العالمية الثانية. دي نفس السؤال اللي هو ايه؟ بيقول لي ايه؟ حدد العلاقة بين الحرب العالمية التانية ده ايه وصوت 23، بس جايبها لي بشكل ايه؟ شايف السؤال اختلف. تقرأ السؤال ده والسؤال ده، شوف راس السؤال. حدد العلاقة بين الحرب العالمية التانية، ودي بيقول لي دلل تاريخيا على صحة كل عبارة. على صحة العبارة: أتأثر الاقتصاد المصري بالحرب العالمية الثانية حيث أدت معاهدة 36 إلى جعل مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية. بقول له جعلت معاهدة 1936 مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إرهاق الاقتصاد المصري وكثرة معاناة الشعب المصري. يبقى جعلت معاهدة 36 مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إرهاق الاقتصاد المصري وكثرة معاناة الشعب. ما المقصود بعدم الانحياز؟ عدم الانحياز أي عدم الانحياز إلى الكتلتين أي الشرقية أو الغربية. يبقى عدم الانحياز معناها إيه؟ عدم الانحياز إلى الكتلتين الشرقية أو الغربية. طيب دل على سطح العبارة: لعب الفساد الداخلي فساد الملك والتآمر الدولي دورا في هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. أنا عندي هزيمة حيث بقول لك دلل حيث من أسباب هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين: 1. مساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل في الحرب. 2. عدم استعداد الجيوش العربية للحرب. ممكن أميل عليها إيه كماني؟ هقول له انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة، السلاح الفاسد اللي هم استخدموه في الحرب. المجموعة الثالثة بيقول لي اعطي سبب واحد. هو عايز سبب واحد لعدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. طبعا عندي 3 أسباب، منهم ازدياد التدخل الأجنبي وفساد النظام الملكي. هقول له فساد النظام الملكي. طيب السؤال الثاني بيقول لي ماذا كان يحدث إذا لم يوقع قادة 23 يوليو اتفاقية الجلاء؟ لو إن القادة دول لم يوقعوا اتفاقية الجلاء، هقول له لم يتم جلاء القوات البريطانية عن مصر يوم 18 يونيو 1956، ولم يعتبر هذا اليوم عيدا للجلاء. يبقى لم يتم جلاء القوات البريطانية عن مصر يوم 18 يونيو، ولم يعتبروا المصريين عيدا للجلاء عندهم. طيب بيقول لي دل على سطح العبارة: اهتمت ثورة 23 يوليو بالتجارة. هتقول لي عملت ايه في التجارة؟ هقول لك قامت: 1. فتح أسواق خارجية، هقول له لتسويق المنتجات. طيب 2. تمصير البنوك وشركات الاستيراد والتصدير. يبقى تاني، يبقى اقول له فتح اسواق خارجية لتسويق المنتجات، تمصير البنوك وشركات الاستيراد والتصدير. طيب ده بالنسبة لدليل اهتمام بالتجارة. ما النتائج المترتبة على 5؟ دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسرائيل 48. عارفين ده السؤال اللي هو ايه؟ اللي هو ده لعب الفساد الداخلي والتآمر الدولي. هقول له لو هما بقى النتائج المترتبة على دعمهم، هقول له أدت إلى هزيمة العرب في حرب 48. هقول له الإجابة هيقول لي ما النتائج، هقول له هزيمة الجيوش العربية في حرب
1948. وبكده نكون خلصنا مع بعض التقييم الأسبوعي للأسبوع الأول. وزي ما احنا اتفقنا إن احنا كلنا نطلع على الأسئلة دي. أسئلة التقييمات مهمة جدا لأن فيها أفكار جديدة غير كمان الموجودة عندي في كتب الامتحان أو الأضواء أو غيره. وأكيد بيجيب من التقييمات دي في الأسئلة أو أفكار حتى في أسئلة الامتحان الأساسي بتاع آخر السنة. وأتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.